لو فاكر ان الاري هو مجرد قوسين بنحط جواهم شويه ارقام عشان نطبعهم بفور لوب، فاسمح لي اقول لك ان انت فايتك كتير قوي. تخيل معايا ان انت عملت لعبه وكسرت الدنيا وعندك ملايين اللاعبين، احتجت ان انت تعمل ليدر بورد، والليدر بورد دي هتعرض فيها اعلى 10 لاعبين. بس المشكله هنا لما انت جيت تعمل الليدر بورد بتاعتك لقيت ان كل لعيب عشان يتضاف اللعبه بتهنج لمده ثواني. المشكله فين؟ المشكله هنا ان انت استخدمت داتا ستراكشر غلط، او لو حتى استخدمت داتا ستراكشر صح فانت مش عارف هي ازاي بتشتغل في الميموري. اهلا بيك في كورس الداتا ستراكشر بلغه سي بلس بلس. بما اننا هنستخدم لغه سي بلس بلس فاحنا هنا مش مجرد بنكتب كود، احنا هنا بنتكلم مع الرامات وبنتحكم في كل بايت رايح لها. النهارده هنمسك اقدم واشهر داتا ستراكشر المصفوفات او الاريز، وهنروح للتطور بتاعها واللي هو الفيكتور او النسخه الذكيه منها. ان شاء الله مش هنسيب تفصيله غير لما نفهمها ازاي بتتخزن ويعني ايه كاباسيتي وليه السي بي يو بيحب جدا حاجه اسمها اري. يلا بينا نبدا على طول. طيب قبل ما نفتح الكورس انا عملت لكم الاداه دي ب HTML، هتلاقوها موجوده تحت في الديسكربشن، تقدروا تنزلوها وتستخدموها. ده بسيطه جدا عشان بس نبدا ان احنا نشرح عليها. طيب انا عايزك تتخيل معايا لما انت بتيجي تعمل اري، الاري ده بيروح بياخد مساحه في الميموري بتاعتك او في الرامات على حسب المساحه اللي انت مديها له طبعا، فهو بالظبط بياخد مساحه زي المساحه دي كده. طيب حلو قوي. تعالى بقى نتخيل برضو ان الاري ده هو عامل زي السينما. السينما بيبقى فيها كراسي والكراسي دي كلها جنب بعض، كل كرسي بيبقى ليه رقم او ليه الاي دي الخاص بيه. تخيل معايا ان في شله من الصحاب خرجوا مع بعض والشله دي عددهم 5 افراد. لو انت جيت تبص كده هتلاقي ان انت عندك في الكرسي اللي الاي دي بتاعه 0 او اللي الاي دي بتاعه الاندكس رقم 0 هتلاقي عندك احمد قاعد. اندكس رقم 1 هتلاقي عندك ساره، اندكس رقم 2 هتلاقي عندك عمر، اندكس رقم 3 منى، واندكس رقم 4 خالد. طيب اول ملحوظه لازم تلاحظها، احنا بنبدا من الزيرو. اي حاجه او معظم الحاجات في البرمجه احنا بنبتدي من الزيرو، ما بنبتديش من الواحد. طيب كلام حلو قوي. يعني احنا كده الاري ده حاليا حجمه 5 او السايز بتاعه 5، برضو كلام جميل جدا. تعالى بقى نبدا نعدل على الاري ده. طيب يا صديقي، هم كانوا خارجين ومبسوطين وكل حاجه تمام لحد لما للاسف طلع ان في شخص رخم، والشخص ده التيكت بتاعه بتقول له ان هو هيقعد في الاندكس رقم 2. طيب هو بوظ عليهم الدنيا خالص. اندكس رقم 2 يعني هيجي يقعد مكان عمر. دي مشكله كبيره. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ الحل المنطقي ان انت هتقول لي مفيش مشكله، خلاص الراجل ده هيجي يقعد هنا، وعمر هيروح للاندكس رقم 3، ومنى هتروح للاندكس رقم 4، وخالد هنجيب له كورس جديد عشان طبعا خالد ما يزعلش وهنقعده في الاندكس رقم 5. طب ما تيجي نجرب الكلام ده. احنا اتفقنا ان هو عايز يقعد في الاندكس رقم 2. طيب فهنقول له كده ان رقم الكرسي بتاعه هو اندكس رقم 2. جميل جدا. تعالى كده بقى نكتب اسم الشخص اللي هو مثلا الراجل الرخم، ونقول له اضافه. بص بقى اللي هيحصل ده بالظبط حصل زي ما احنا قلنا. ده فعلا الراجل الرخم جه قعد في الاندكس رقم 2، عمر اللي كان قاعد في الاندكس رقم 2 راح قعد في الاندكس رقم 3، منى اللي كانت قاعده في 3 راحت قعدت في 4، وخالد اللي كان قاعد في 4 عملنا له كورس جديد وبقى قاعد فيه. طيب حلو قوي. بس خلي بالك بقى من حاجه، عشان انت تقدر ان انت تضيف حاجه في النص انت خدت بالك احنا عملنا كام عمليه ازاحه؟ احنا حركنا خالد وحركنا منى وحركنا عمر. طيب الاو اوف ان، الان دي هو المتغير بتاع عدد الحركات بتاعتنا. هنا احنا عملنا 3 حركات، يعني دي هتبقى او اوف ان. بص هنا حتى بيقول لك ايه، تمت الاضافه بعد ازاحه 3 عناصر. فطبعا او اوف 3 غير او اوف 1، فعلشان كده بنسمي دي او اوف ان، والان ده المتغير بتاعنا وده بيتحط فيه عمليات الازاحه او الحركات اللي احنا خدناها عشان نقدر ان احنا نتمم العمليه دي. طيب على عكس ان احنا لو جينا نضيف في الاخر، طيب ليه؟ لو احنا جينا نضيف في الاخر الكمبيوتر بيروح يشوف الاري ده اخر كرسي فيه ايه او اخر كرسي في الصف بتاعنا ايه، ويروح عامل كرسي تاني بعديه ويقعد فيه الشخص على طول. فهو كده اللي عمله، هو ما عملش اي حاجه غير حركه واحده بس. طب تعالى نجرب. فانا مثلا هقول ده شخص هم بيحبوه، فالشخص ده هو اسمه احمد سامح، وهنقول له اضافه. بص ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احمد سامح على طول اتضاف في الاندكس رقم 6 او في الكرسي السادس. طيب الكمبيوتر هنا عمل ايه؟ الكمبيوتر هنا راح شاف عدد الكراسي بتاعتنا اللي لقاهم 5 كراسي، راح على طول جايب كرسي تاني وحطه جنب الكرسي الخامس. فدي بقت حركة واحدة بس.
عشان كده بنقول ان عمليه الاضافه في اخر الاري هي بتبقى O of 1، هي عمليه حركه واحده بس، وطبعا دي بتبقى اسرع بكتير من عمليه الاضافه في النص او في اي مكان عامه. فتخيل ان انت مثلا لو عايز تضيف في الاندكس رقم 1 او في الكرسي رقم 1، فانت هتحرك كل الكراسي دي عشان تضيف في الكرسي رقم 1. طيب عمليه البحث بتحصل ازاي؟ تعالى كده مثلا نقول له ان احنا عايزين نعرف مين الراجل اللي قاعد في الكرسي رقم 4، فهنكتب كده 4 ونقول له بحث. بص ايه اللي حصل، قال لك ان في الكرسي رقم 4 في حد اسمه منى قاعد. طيب هتيجي تقول لي بقى دي او اوف كام؟ هقول لك برضو ان دي او اوف 1. ليه؟ عشان هنا الكمبيوتر بياخد رقم الكرسي اللي انت عايز تعرف مين الشخص اللي قاعد فيه، وبيروح له دايركت على طول. ولما بيروح له بيبدأ يشوف مين اللي قاعد فيه، ما بيمشيش على كرسي كرسي لحد ما يوصل لرقم 4، لا هو اوتوماتيك بيروح لرقم 4. فيبقى كده عملية البحث بتاعتنا بتاخد او اوف 1. عملية الإضافة لو هنضيف عادي خالص في آخر الأري برضو بتاخد او اوف 1. لكن لو أنا عايز أضيف في اندكس معين فالعملية دي بتاخد او اوف ان مش او اوف 1. خلي بالك من حاجة بسيطة، ان احنا عندنا ليميت. انت لو عدد الكراسي في السينما بتاعتك او في الصف بتاعك خلص، فخلاص انت مش هينفع تضيف كراسي تانية. زي بالظبط كده انا دلوقتي السينما بتاعتي فيها 8 كراسي بس، او الصف بتاعي فيه 8 كراسي بس، فانا لما جيت اضيف كرسي تاسع قال لك لا انا اسف، ده المصفوفة بقت خلاص فل، مفيش مساحة تانية، انت بقى خدت كل المساحة بتاعت السينما، مفيش ولا كرسي فاضي. فانت بتقدر تضيف براحتك لحد لما عدد الكراسي بتاعك يخلص او توصل للسايز اللي انت حاطه للاري ده. طيب كده شرحنا الاري نظري، تعال بقى نخش عملي ونبدا نكتب كود بايدينا ونشوف ازاي اصلا بنعمل امبلمنتيشن للاري ده. طيب بص يا صديقي، انا هشتغل على سي لاين، تقدر ان انت تشتغل على اي كومبايلر سي بلس بلس، مفيش اي مشكله. بص بقى يا معلم، تعالى في الاول خالص نعمل اري. طيب تعالى نعرف اصلا ازاي الاري بيتعمل. عشان تقدر ان انت تعمل اري خلي بالك ان الاري ده هو نوع بيانات، او الاري ده لازم تديله نوع. فمثلا انا هديله انت، فهقول له والله نكتب بس بالانجليزي ونقول له والله احنا عندنا انتجر. طيب حلو قوي، الانت ده اسمه مثلا ARR اللي يختصر لي اري. طيب عشان اميز ما بين الاري وما بين المتغير العادي، فكل اللي انا هعمله ان انا هعمل السكوير براكتس بتاعتي. طيب طبعا هنا لازم تديله المساحه. بعد كده او في الحلقه الجايه هناخد ازاي نقدر ان احنا نعمل دايناميك اري بيكبر وبيصغر زي ما احنا عايزين. دلوقتي احنا هناخد الاستاتيك اري عادي خالص. طيب تعالى مثلا نديله مساحه زي ما احنا اتفقنا من شويه 8 كده. بالطريقه دي انت عملت اري. طيب ايه اللي بيميزه او ايه اللي بيفرق عنه عن المتغير العادي؟ لو انت جيت تعمل متغير عادي خالص وقلت انتجر، والله هنقول انتجر مثلا اكس، والاكس ده هيساوي 0. طيب شفت الفرق ما بين الاثنين؟ هو الفرق كله بس في السكوير براكتس دي اللي بتعرف في الكمبيوتر ان ده اري. وخلي بالك ان الاري ده السايز بتاعه دلوقتي 8 عشان احنا ادينا له سايز 8. طيب ازاي نبدا ان احنا ندخل داتا في الاري دي؟ عندنا طريقتين. اول طريقه نمسح بس المتغير ده، تقدر ان انت تدخل اصلا في الديكلاريشن هنا تدخل له برده بيانات مفيش مشكله، زي بالطريقه دي بالظبط. دخلت لي 1 2 3 4 5 6 7 8 وده ما فيهوش اي مشكله. او تقدر بعد كده تنزل تحت في اي مكان وتقول له والله ان الار ار ده اندكس مثلا اوف 0، او الكرسي اللي الاي دي بتاعه 0 في 1. طيب واري اوف اندكس 1 في 2 وهكذا وهكذا وهكذا. طيب ده كلام جميل جدا. طيب احنا هنا عملنا اري، الاري ده من نوع انتجر، والاري ده فيه السكور، والسكور السايز بتاعه 5. طيب حلو قوي، والاري ده فيه 10 20 30 40 50. طيب تعالى بس كده في الاول خالص تعالى نعمل سي اوت ونطبع، بس مش هنطبع اندكس رقم 0، تعالى كده نطبع اندكس رقم 5 وتعالى نعمل ران ونشوف ايه اللي هيحصل. هم المفروض 5 حاجات، فانا مفيش مشكله لو قدرت، لو قلت له انا عايز اطبع الاندكس رقم 5. تعالى كده نعمل ران وبص المفاجاه اللي هتحصل معاك. خليك فاكر ان انا قلت لك ان في الاري احنا بنبدا من اندكس رقم 0، يعني احنا دلوقتي الاندكس رقم 5 ده حرفيا هو فيه جاربج داتا. الاندكس ده احنا ما خزناهوش او ما خدناهوش من الميموري. اخر اندكس احنا خدناه هو رقم 4. ليه؟ عشان احنا بنبدا من الزيرو، فاحنا دلوقتي بنقول له ان الحجم بتاعنا 5. فتعالى كده نكتبهم مع بعض، 0 1 2 3 4. عد كده دول كام رقم؟ دول 5 ارقام. فاحنا اخرنا هو الاندكس رقم 4. الاندكس رقم 4 ده هيبقى فيه ال50 بتاعتنا من غير اي مشكله. طيب حلو قوي، تعالى نعمل ران تاني ونشوف هل فعلا هيطبع لنا 50 ولا لا. بص كده طبع لنا ايه،
طبع لنا فعلا ال 50. طيب كلام جميل، تعال نكمل. بص بقى يا معلم، دلوقتي انا عملت فور لوب عاديه خالص. الفور لوب دي هي فيها اي بتساوي 0، والاي دي هتفضل ماشيه لحد لما تبقى اصغر من 5، يعني لحد لما توصل للاربعه، وكل مره بتزيد 1. مفيش اي مشكله، دي فور لوب عاديه خالص. بس جوه الفور لوب دي انا بعمل ايه؟ جوه الفور لوب دي انا بطبع الادرس بتاع كل اندكس موجود عندي جوه الاري. طيب يعني بالبلدي تخيل معايا ان انا بطبع السيريال نمبر بتاع كل كرسي موجود عندي في السينما. طيب تعالى نشغل كده ونلاحظ ونشوف الباترن اللي هتكون موجوده ونحاول نلاحظها مع بعض. طيب بص بقى يا صديقي، هتلاقي ان اندكس 0 هو اخره 88، هتلاقي اندكس 1 اخره 8 سي، اللي بعديه 90. خلينا بقى من 90 علشان هو 8 سي دي هي بعديها ب4 بايتس، بس احنا خلينا في 90 عشان هي باينه اكتر. بص بقى هنا اخره 90، بعد كده 94، بعد كده 98. ليه؟ لان حجم كل انتجر عندنا بياخد 4 بايتس، فانت هنا كل انتجر من دول واخد 4 بايتس في الميموري، فأربعة بعديها 4 بعديها 4 بعديها ب4 بعديها ب4. ليه كلهم ورا بعض؟ هو ده الاري. الاري بيخزن كل الاندكس بتاعته ورا بعض، عشان احنا اتفقنا ان هما متصلين ببعض، هو صف واحد كامل، الكراسي كلها لازقه في بعض. طيب ده كلام حلو قوي. انا ازاي طبعت الادرس ما طبعتش القيمه نفسها؟ هو كل اللي انا عملته بس علامه الاند. علامه الاند تطبع لك الادرس بتاع الحاجه دي مش الفاليو بتاعها. لو شلتها هو كل اللي هيعمله ان هو يطبع لي القيم بتاعه الاري بتاعي عادي خالص، زي ما هتشوف دلوقتي 10 20 30 40 50 اللي هم موجودين هنا، مفيش اي مشكله. طيب كلام حلو قوي. طيب بص يا صديقي، احنا عندنا حاجه في الاريز اسمها السايز اوف. السايز اوف دي بتعمل ايه؟ هي بتجيب لك حجم الاري قد ايه. بس انت لو ملاحظ هنا هتلاقي ان بيقول لك حجم الاري هو 20 اليمنتس. 20 اليمنت ازاي؟ واحنا مش هنا عندنا 5 اليمنتس بس؟ طب تعالى كده نحسب بس حسبه بسيطه. مش احنا اتفقنا ان كل اليمنت عندنا الحجم بتاعه 4 بايتس؟ هو هنا مطلع لك الحجم توتال بالبايتس كام. يعني هو مطلع لك بيقول لك ان كل اليمنت من دول حجمه 4 بايتس، فهم 5 اليمنتس، فمعنى كده 5 في 4 ب20 زي ما هو طلع لك، صح؟ طيب لو انا عايز اثبت كلامي ده، ايه رايك ان احنا نقسم السايز ده على 4؟ فتعالى كده نعمل ران ونشوف هيدينا كام. هتلاقي ان هو فعلا هيديك 5، اللي هم الخمسه اليمنتس بتوعي. طيب اقدر اقسمه بطريقه تانية؟ تقدر تقسمه بطريقه تانية ذكيه قوي. ايه رايك ان احنا نقول له سايز اوف، بس المره دي نقول له سكور اوف اندكس رقم 0. يعني ايه؟ يعني انا هشوف الحجم بتاع الاندكس ده كام، اللي احنا متفقين ان هو 4 بايت، وهقسمه عليه. فانا برضو ده في الاول في الاخر هيساوي لي 4 بايت، مفيش اي مشكله زي ما احنا عملنا من شويه. فبرضو لو عملنا ران هتلاقي ان هو بيقول لك ان السايز بتاعنا هو 5 اليمنتس. طيب ده كلام جميل جدا. طيب تعالى برضو تاني ان احنا نطلب اندكس. الاندكس ده اكبر اصلا من حجم الاري بتاعنا، ايه طبعا ما لسه عاملين من شويه، ولو انت فاكر فهو طلع لنا جاربج داتا. طيب زي ما انت شايف كده دي الجاربج داتا، كل مره هتطلع بقيمه مختلفه عشان هي بيانات، هي حرفيا ممكن تكون في حاجه اتمسحت من الرامات، ودي الجاربج داتا بتاعتها لسه موجوده في المكان ده. فممكن كل مره انت تعمل ران فهو هيديك ارقام مختلفه، فهتلاقي طبعا الارقام اللي عندك مختلفه عن الارقام اللي عندي، ودي مفيش اي مشكله، ده الصح. فهي كده كل اللي عملته ان هي راحت قرأت بيانات عشوائيه من الرامات او جاربج فاليو. حلو جدا. طيب بص بقى يا معلم، انا هنا عملت فانكشن عاديه خالص. الفانكشن دي بتاخد كانبوت اري. حلو. هوريك مشكله دلوقتي برضو كبيره جدا في الاريز، اسمها الاري ديكي. طيب على كده نستدعي الفانكشن دي اللي هي اسمها برنت اري، وهديها السكور بتاعنا او الاري اللي اسمه سكور. تعالى كده نعمل ران ونشوف ايه اللي هيحصل. بص يا معلم بقى ايه اللي هيحصل. بص ايه اللي حصل. ايه ده اداك سايز 8. ثانيه واحده، ازاي 8؟ ما عدا ان انا اصلا لو جيت هنا كده وقلت سي اوت وطبعت نفس الحاجه، قلت برضو ان انا عايز اطبع السايز اوف سكور، وجيت عملت ران، بص هيديني ايه؟ هيديني 20 زي ما احنا لسه حاسبينها من شويه، ان احنا قلنا كل اليمنت عندنا الحجم بتاعه 4، ف4 في 5 ب 20. طيب ازاي اداني 8؟ ان هو اداني 8 معنى كده ان هو شايف 2 اليمنتس بس. معنى كده
ان الفانكشن دي وصل لها 2 elements بس، وهي دي المشكله اللي في الاري واللي بنسميها الاري ديكي. لان الاري اول ما بتتبعت لفانكشن بتفقد حجمها وهويتها الاصليه وبتتحول لمجرد بوينتر بيشاور على اول element فيها. علشان كده في سي بلس بلس القديمه كنا دايما بنضطر ان احنا نبعت السايز بتاعنا للفانكشن كبارامتر برضو. طيب تعالى بقى نتكلم شويه مع بعض ونعرف ليه السي بي يو بيحب جدا الاريز. او تعالى نفكر بطريقه تانية، وتعالى نفكر نشوف هي ليه بعد اصلا كل المشاكل اللي موجوده في الاريز دي هو احنا ليه لسه بنستخدمها. بص يا صديقي، الاجابه اللي بتفرق ما بين مهندس برمجيات عادي ومجرد شخص بس بيكتب كود، الاجابه هنا هي التقارب المكاني او السبيتال لوكاليتي. يعني ايه السبيتال لوكاليتي؟ بص يا معلم، السي بي يو بتاعك او المعالج بتاعك جواه ذاكره صغيره جدا اسمها الكاش. خلي بالك ان الذاكره دي سريعه جدا. المعالج لما بيعوز ان هو يقرا اندكس رقم 0 مثلا من الاري بتاعنا ما بيروحش يجيب الاندكس رقم 0 بس وبيرجع، لا، هو بيروح يجيب الاري كله على بعض وبياخد الاري ده بيحطه في الكاش بتاعنا. بما ان الاري كل العناصر لازقه في بعض، فالمعالج بيجيب العنصر رقم 1 من الرامات، هو جاب كل العناصر بتاعت الاري كمان وحطهم جوه الذاكره السريعه جدا اللي اسمها الكاش. فلما انت تعوز ان انت تطبع او تستدعي اي اندكس تاني في الاري بتاعنا، فهو كل اللي هيعمله هيقول لك لا ثانيه واحده انت رايح فين، احنا مش هنروح للرامات بتاعتنا البطيئه، لا احنا مخزنين الاري كله جوه الكاش بتاعنا السريع، فبيروح يجيبه في لحظه ويرجع تاني. عشان كده الاريز اداؤه خرافي في اللوبس مقارنه باي داتا ستراكشر تانية. خلاصه الاريز في سي بلس بلس، الاريز هي اسرع قراءه او اوف 1، ده بفضل الكاش او بفضل الذاكره السريعه جدا اللي جنب السي بي يو، وبرده معادله البوينت. طبعا عشان هو سريع جدا فهو بيبقى افضل اداء للمعالج او للسي بي يو بسبب برده الذاكره بتاعت الكاش. الاري اللي احنا خدناه النهارده كان ستاتيك، فمن مشاكله ان احنا ما بنقدرش نزود الحجم بتاعه. في حاجه تانية خطيره جدا، وهي ان هي ما فيهاش حمايه للباوندز تشيكينج. يعني هي ما بتقدرش ان هي تتشيك على الحجم الكامل بتاعها قد ايه عشان ما نخرجش بره، او الحجم بتاع الاري ده قد ايه عشان ما اروحش اجيب كرسي من بره زي ما احنا عملنا من شويه. طبعا دي مشكله كبيره جدا ان هي ممكن تعمل لك كراش للبرنامج بتاعك اصلا. ومن المشاكل برضو بتاعت الاريز ان هي بطيئه جدا، هي او اوف ان لاي عمليه اضافه في النص، طبعا بسبب الازاحه او بسبب الشيفتنج اللي بيحصل. طيب لو انا بقى بكتب كود حديث ومش عايز اوجع دماغي بكل مشاكل الاريز اللي احنا اتكلمنا عنها دي، ايه الحل؟ مهندسين السي بلس بلس عملوا حل عبقري وهو اسمه الفيكتورز او الدايناميك اري. حل سحري وعبقري بيجمع ما بين السرعه ومرونه الحجم واداره الذاكره. الحلقه اللي جايه ان شاء الله هندخل في الدايناميك اريز او الفيكتور، هنقدر ان احنا نشوف ازاي بيكبر في الذاكره لوحده. هسيب لك الكود اللي احنا كتبناه النهارده موجود تحت في الوصف، وبرضه هسيب لك الرابط بتاع الاداه تقدر ان انت تخش وتنزلها. وكل اللي انت هتعمله حرفيا ان انت هتنزل ملف ال HTML كده، هتفتحه بس وهتفتح معاك عادي خالص بالشكل ده، تقدر ان انت تستخدمها وتجرب فيها زي ما انت عايز. اشوفك الحلقه الجايه يا صديقي العزيز، سلام هندسه.